السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ووفق ما أوردته صحيفة إكسبريسيون الناطقة بالفرنسية، فإن مصادر أمنية موثوقة أشارت إلى أن الاجتماع الذي جرى في تل أبيب جمع عناصر مؤثرة في الموساد و5 مسؤولين من المخابرات الفرنسية، بالإضافة إلى 12 عنصرا من الأجهزة الأمنية المغربية، وكان هدفهم وضع مخطط لضرب استقرار الجزائر. ووصفت الصحيفة الاجتماع بالخطير لأن الأمر يتعلق بالاجتماع يشكل خطرا على وحدة واستقرار الجزائر. وقالت المصادر ذاتها فإن الأطراف المجتمعة في إسرائيل تهدف في كل مرة لزعزعة الاستقرار في الجزائر بشكل دوري، في كل مرة تسير فيها البلاد في المسار الصحيح أو تحتفظ بعلاقات قوية مع المستويين الإقليمي والدولي. ووفق المصادر الأمنية للجريدة، فإن عملية زعزعة الاستقرار في الجزائر تتعلق بأهداف محددة للغاية في بعض المناطق. وتشير الصحيفة إلى أن الاجتماع الذي احتضنته عاصمة الكيان الصهيوني وضع في مخططه مدن الجزائر ووهران وتيزي وزو وبجاية لتكون ساحات لاضطرابات عنيفة. وتضيف الصحيفة: نحن أمام خطة محكمة التنظيم وجاهزة للتنفيذ لزعزعة استقرار البلد بأسره من خلال استهداف الشرائح المختلفة، وتمس قطاعات الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والجيش الوطني الشعبي الذي يشكل العمود الفقري للبلاد. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا المخطط يتم من خلال تحريك الآلة التدميرية بأكملها على غرار تقارير المنظمات الدولية المغلوطة حول عدم احترام سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية، والتي توفر ذريعة للتدخل الأجنبي، ناهيك عن نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة والترويج على الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي لإثارة الاحتقان وسط الشعب. وقالت الصحيفة الجزائرية إن هذا المخطط يستهدف كذلك تونس. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.